فاكر الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن أسباب رفض العرب والمصريين في ألمانيا، لكن في نقطتين مهمين لازم نكمل عليهم لأن سكوتنا عليهم بيأذينا احنا كلنا. النقطة الأولى، اللغة يا جماعة مش ورقة. لو معاك بيتسفاي جميل، بس مش هتعرف تتكلم فعليا. هل هتقدر تدخل انترفيو وتشرح نفسك بثقة ولا واخد شهادة بس تحضير امتحان؟ ما هو التحضير ده مش حلو يا جماعة. للأسف في ناس بتشتغل على الشهادة مش على اللغة، وده بيخلي المشغل يشك في كل شهادة جاية مننا، وده خطر علينا كلنا وعلى سمعة المصريين والممرضين العرب ككل. النقطة التانية، الالتزام. النقطة دي مهمة جدا يا جماعة. في ناس بتدخل أكتر من مقابلة وكل مستشفى تبعت له عقد، وفي الآخر يروح لمكان تاني خالص والمشغل يسأل نفسه. الكلام ده يا جماعة بيضرنا احنا كمجتمع، والناس بتقول المصريين ما عندهمش التزام، العرب ما عندهمش التزام. الحمد لله بعد الفيديو اللي فات ناس كتير بعتتلي وبتسأل وبتحاول تفهم وتطلب النصيحة، وده أكبر دليل على إن في ناس عايزة تتغير بجد، والأمل موجود. لأن التمريض المصري والعربي من أقوى الكفاءات اللي في العالم. إحنا بنشتغل بجد، إحنا ناس بنتعب وبنتعلم وبنتحمل، بس لازم نحافظ على صورتنا. لو أنت فعلا ناوي تشتغل بألمانيا ابدأ بتغيير نفسك، علم نفسك لغة حقيقية، احترم أي وعد وأي مقابلة بتدخلها. لو سمحت شارك الفيديو ده مع أي حد ناوي يقدم، وقول له التمريض مش بس مهنة، دي صورة بلد كاملة وإحنا لازم نكون قدها. سلام عليكم.